بلقائكم سيداتي سادتي في حلقة جديدة من برنامج صباح الرياضة. احتضن مقر نقابة المحامون بمدينة مراكش حفل استقبال فريق الهيئة الذي توجه إلى بودابست للمشاركة في مونديال 2014 للمحامون والمقام بهنغاريا. اللقاء حضره نقيب عبد الصادق بعطلة عميد فريق هيئة المحامون بمدينة مراكش والمتوج بإحدى كؤوس العالم للمحامون والنقيب الجلال الحمومي، إلى جانب المحامي والحقوقي عبد الصمد الطعارجي. وغاب النقيب عمر أبو الزهور لوجوده خارج أرض الوطن. ناب عنه مولاي سليمان العمراني وهو المكلف بالأنشطة الثقافية والرياضية داخل الهيئة وعضو مجلس الهيئة. مولاي سليمان العمراني تحدث كذلك عن الاستعدادات التي خاضها فريق هيئة محامو مدينة مراكش وما ينتظر من هذا الفريق والمتمثلة في تمثيل هيئة المحامون بمدينة مراكش أحسن تمثيل. رئيس الوفد مولاي سليمان العمراني الذي توجه إلى هنغاريا وعد بتمثيل مشرف لهيئة محامي مراكش، فيما طالب النقيب معطلة من الفريق بذل قصارى الجهود لتمثيل يليق والسمعة العالمية التي تتمتع بها هيئة محامو مدينة مراكش. وكذلك فريق محامو مدينة مراكش تحدث مجموعة من الأعضاء عن المشاركة وعن مدى استعدادهم لتمثيل مدينة مراكش المعروفة عالميا، وكذلك هيئة المحامون التي سمعتها تسبقها، وكذلك لانتشارها في العالم، وكذلك للسمعة الكبيرة التي تحظى بها بين الهيئات والمنظمات العالمية. وعد فريق هيئة محامون بتمثيل مشرف ولما لا اللعب على الكأس والظفر بهذه الكأس الغالية، وستكون عودة الفريق إن هو فاز بهذه الكأس عودة موفقة ورحلة موفقة جدا. فريق هيئة محامو مراكش يقوده المدرب المنصوري عبد الله المنصوري الطويل، إلى جانب العديد من الأسماء التي رافقت فريق هيئة محامو مدينة مراكش من اللاعبين وطاقم فني وكذلك من هيئة المحامون. كاميرا صباح مراكش حضرت جانبا من هذا الاحتفاء وهذا اللقاء مع فريق هيئة محامو مدينة مراكش بمقر النقابة بمحكمة الاستئناف مدينة مراكش لنشاهد هذا التقرير الذي يرسم جانبا من هذا اللقاء. بالنسبة لآخر أول كأس عالم للمحامين كانت في سنة 1983 واللي فاز بها هي هيئة المحامين مراكش. بالنسبة لهذه التظاهرة اللي هي في بودابست كأس العالم للمحامين ربط الماضي بالحاضر، فالآن كاين جيل ديال المحامين الشباب اللي ربما غادي تكون النتائج ديالهم احسن وعاد يردونا للماضي، لانه حنا كان لنا الشرف باش نحصلوا على اول كاس العالم للمحامين. كما انه في سنه 1984 كان عندنا الشرف اننا نكونوا نلعبوا المباراه النهائيه وما كناش محظوظين انهزمنا في المباراه النهائيه. بالنسبه لي انا شخصيا ولهيئه المحامين مراكش تشكل تشريف كبير هذا، وتنعتبره انجاز تاريخي بالنسبه للهيئه ديالنا في المحامين مراكش، بعد ما كان فريق ديال الهيئه قد حاز وفاز في دوري سابق بكاس الاتحاد الدولي للمحامين، وكان ذاك العميد الفريق هو الاستاذ النقيب عبد الصادق ايتمة الله. اتمنى أن تكون هذه المشاركة ديال الإخوان ديالنا في هذا الدوري مشاركة إيجابية وفعالة ومنتجة، سواء على مستوى النتائج اللي نتمناو أنهم يفوزوا في هذا الدوري هذا ويجيبوا لنا هذا الكأس من هنغاريا من قلب أوروبا، وأيضا على مستوى خلق علاقات
صداقه ومحبه وود مع المحامي العام. شرف كبير، وهذا تيعبر على واحد المجهود اللي تبذل وبذلوه ناس في الخفاء، على راسهم الاستاذ العمراني اللي هو عضو مجلس الهيئه مكلف بهذا الجانب ديال الرياضه، واللي بالفعل كان منذ البدايه ديال انتخابات هذا المجلس هو مواكب. كاين واحد الانسجام كبير داخل الفريق، وصولهم لهذه النتيجه تتعبر على هذا الانسجام اللي تنتمنى انا هو يكون التمثيل، هو يشكلوا بالفعل هذاك الامتداد وذاك الاشعاع ديال الهيئه، يكون سلوك منضبط، سلوك حضاري. مولاي سليمان العمراني راه هو العين، هو النقي، هو العين ديال مجلس الهيئه. تما هي تنتمناو التوفيق، نتمناو تكون نتائج ايجابيه، ولكن اكبر نتيجه اللي تنتمناو هو التمثيل المشرف، الاخلاق اللي تتعكس سلوك المحامي وتتعكس التاريخ ديال هذه الهيئه. الاخوان ديالنا كلهم تعرفوا بانهم هما عندهم مسؤوليه التمثيل ديال الهيئه عمر ديالها تقريبا قرن. فقط هي القضايا والمحاكم، بل هي ايضا النشاط الثقافي والفني والرياضي. وخير دليل على ذلك على انه النظام الاساسي الخاص بهيئه مراكش، واعتقد انه جميع الهيئات كاين ما يسمى بلجنه الشؤون الرياضيه. منذ انتخابي في هذا المجلس هذا حظيت بشرف رئاسه هذه الهيئه، وحقيقه وجدت فريقا منسجما. ما كان ينقصهم حاولنا جاهزين بمعيه السيد الناقب واعضاء المجلس وكذا الساده النقباء بان نجعل من هذا الفريق فريقا نموذجيا. حقيقه انه كاين اكراهات، ولكن الخطوات اللي قمنا بها اعطت نتيجه خير، دليل على ان تاهلنا الى ربع النهائي على صعيد البطوله الوطنيه. كذلك ثقه المجلس في الفريق حتى يمثل هيئه مراكش في مونديال افوكا الخاص اللي غتشارك فيه تقريبا ما يقرب عن 88 دوله، والمنظم حاليا ببودابست. وكذلك الثقه اللي وضعها المجلس واكبت مجموعه من المسائل الايجابيه، خاصه في اطار تدعيم هذا الفريق. واتمنى ان شاء الله بتكون نتيجه، لماذا؟ لانه هيئه مراكش دائما كانت تعطي للرياضه اولويه، وخير دليل على ان اول فريق في العالم حظي بشرف تنظيم هذه البطوله، وكذلك بالفوز بهذه البطوله، حيث كان الاستاذ النقيب معط الله ومجموعه من الاساتذه الخيرين في هيئه مراكش اللي كانوا مثلوا هذه الهيئه، وبقات حتى بقات مبصومه هذا الفوز ديالهم، لدرجه انه جميع اعضاء الفريق الان عازمون ان شاء الله على تحقيق ما هو احسن في هذه البطوله. ولما لا الفوز بهذا الكاس ان شاء الله. وشكرا ان شاء الله. وتنتمنى من كل قلبي، وانا من الاستاذات اللي كنت مشجعه لهذه المبادره الطيبه، وكذلك لهذا اللقاء مع جميع الاساتذه، سواء اللي غادي يلعبوا في الفريق او الاساتذه اللي غادي يشاركونا واللي غادي يكونوا مدعمين الاخوان ديالهم في هذا اللقاء التاريخي اللي غادي يكون ان شاء الله في فنغاريا. اللي تنطلب من جميع الاساتذه هو ان تكون، انا كنت ديك الساعات واحد النهار حضرت نيابه على الاستاذ مولاي سليمان العمراني في اللجنه المكلفه بالرياضه، وعلى هذا الاساس هذا كنت طلبت من الاستاذ النقيب الصندال، قلت لي علاش ما يكونوش الاستاذات ما عندهم حتى شي رياضه، ما مشاركين حتى شي رياضه، ما كايناش هي رياضه كره القدم فقط، هناك عده رياضات، عده مجالات اللي يمكن الاستاذات يشاركوا فيها، سواء الرياضه اليدويه او الرياضه ديال التنس او اي رياضه، الجري، اي حاجه. ماشي غير مراكش، كاين المغرب كله، وكاين الاستاذات تبارك الله اللي في المستوى ويقدروا يديروا اي نشاط من هذه النشاطات الرياضيه. وعلى هذا الاساس هذا اليوم تنشوف في هذه التله وهذه الوجوه الكريمه اللي غادي تمشي ان شاء الله تمثل الهيئه ديال مراكش وكذلك المغرب بصفه عامه، وتنتمنى من الله سبحانه وتعالى باش تحققوا نتيجه وتكون نتيجه مرضيه للجميع. وكما قال الاستاذ النقيب حمومي، لن اضيف اكثر من داكشي اللي قال، هو حنا نتمنى ان شاء الله تكون اقامه سعيده، وكذلك تمشيو ان شاء الله وترجعوا بالسلامه لهلكم ولينا، وتكون ان شاء الله نتيجه موفقه ان شاء الله.
المستقبل ظاهر في المهنه. أتنبأ وأقولها علاش؟ لأنه نموذج ديال الإنسان المنضبط، الإنسان اللي مدلية يد المساعدة التي لا تتصور. إضافة إلى الأستاذ منير رشيد الغرفي، أشكره أيضا لأنه ساهم بشكل مباشر في تدويب مجموعة من المعيقات في إطار التواصل، سواء مع هذوك ديال فرنسا أو مع مختلف سميتو هذو الوكالات الأصفار، أنه قدم لنا يد المساعدة. الأستاذ مريض ومشى وتكلف بالزملاء وقام بالواجب ديالو فيما يتعلق بتسهيل الحصول على التأشيرة، ومشى حتى هو، ومع الاسف هو بوحده اللي ما جاش الباسبور ديالو حتى اليوم عاد وماشي تيخدم على الزملاء ديالو، وكذلك الزملاء اللي غادي يرافقونا وتنشكروا الله يجزيكم بخير. نصفقوا أستاذ سميلة، تتعرف بأنه أنت هو الحارس الوحيد ديال المرمى وجيتي أنت الأخر. ماشي الواحد. هو أنا ما خليتونيش نكمل، عرفت بأنه ما جيتيش لأنه الأستاذ هنا اللي طلب منك تخصم. ياك تفضل يا أستاذ. أستاذ النقيب، السيد النقيب، أستاذ النقيب حموني، سادة أعضاء المجلس، زملائي الأعزاء، أولا كتاب أخجلتم تواضعي حول هذه النقطة اللي قال منير سليمان، ولكن كنعتبر أنا هذا واجب، لأن هادو ماشي زملاء ديالي، ما عمرهم كنت نعتقدهم زملاء، هادو إخوة، لأنه أنا للأسف ما عنديش لا أخ ولا أخت، ولكن عندي هاد الإخوة هادو، وبالتالي ما عمري اعتبرتهم زملاء فقط. هادي هو كون كاع ما مشيتش أنا ما عنديش مشكل.